دكتور جميل. حابين نعرف من حضرتك المريضة من بداية بروتوكول الحقن لحد موعد السحب، ممكن الموضوع ده ياخد وقت قد ايه؟ عظيم. هو احنا عندنا كذا بروتوكول للحقن المجهري او كذا بروتوكول لتنشيط المبيض، لان احنا برضو لازم نفصل ما بين التنشيط ونقل الاجنه المجمده يعني في شويه تفاصيل كده. فلو جينا نقول بروتوكول التنشيط من يوم ما نبدا تنشيط، وكلمه تنشيط دي برضو عامل فاصل، لان احنا ممكن نبدا بروتوكول حقن مجهري من غير تنشيط الاول فتره 3 اسابيع شهر، وبعدين ندخل على التنشيط. غالبا بنبدا التنشيط والدوره موجوده غالبا، ولكن مش دايما. يعني في برضو بعض الناس تبقى مستغربه، انت هتبدا معايا تنشيط وانا لسه الدوره ما جاتش، او هتبدا معايا تنشيط وانا الدوره خلصانه بقى لها اسبوعين. ايوه، احنا عندنا بروتوكولز كتيره جدا نقدر نعمل بيها كده، ونقدر نبدا من اي وقت في الدوره، مش شرط نبدا وهي موجوده، ولكن الاغلب الاعم بنبدا والدوره موجوده. طيب لو بدانا برنامج التنشيط او بدانا حقن التنشيط والدوره موجوده، فاحنا ممكن ناخد من 14 ل 18 يوم ونكون ساحبين بويضات ان شاء الله. ده بالتقريب يعني.